السلام عليكم حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، وحشتوني جدا. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فعجله، وإن عجلته فبارك فيه وأدمه يا رب العالمين. ندخل بقى في الفيديو بتاعنا النهارده. انا قلت ابدا كده بحاجه بسيطه، يلا قومي معايا بقى كده شمري كمامك الحلوين دول واشتغلي معايا. انا عن نفسي قلت ابدا كده بالريسبشن، هو بصراحه اقل مكان عندي بيتبهدل لان احنا ما بنقعدش فيه خالص. اخدتكم معايا على طول كده على الريسبشن. طبعا كان في غسيل على الكنبه شفتوه، او تفتكروا انا طبقته؟ لا والله ابدا، مش هطبقه غير معاكم. ان شاء الله الفيديو الجاي نطبقه مع بعض، انا صريحه معاكم مش هكدب يعني. وكمان كان على الترابيزه حتى صينيتين نعناع كده بنشفهم، لان انتوا عارفين ان انا من عشاق الشاي بالنعناع، باحبه جدًا. مش باحب اشتريه كده من العطار جاهز، لأ أنا باحب إن أنا أجيبه أخضر عادي من السوق واغسله وانشفه في البيت كده، بيبقى طعمه أحلى كتير وريحته جميلة. المهم بقى كفاية رغي وخش في المفيد. عملت إيه معاكم؟ أول حاجة مسكت البتاعة اللي هي بتزعّف الحيطان دي، مش عارفة اسمها إيه، اللي هي بنزعّف بيها الحيطان، وخدت كده الreception كله رايح جاي. باختصر معاكم الفيديو، مش باجيب لكم كل حاجة عشان ما تزهقوش برضه، ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. المهم زعّفت الحيطان كلها، وبعدين بقى عملت إيه، جبت المكنسة قُلت أنضّف بيها الصالون. خلّي بالِك إن أنتِ لمّا بتنفّضي الصالون مثلًا بفوطة أو بأي حاجة، كل التراب اللي أنتِ طلعتيه من الصالون أو من الأنتريه بتاعِك راح على حاجة. إنما لمّا تشفّطيه بالمكنسة خلاص كده التراب اللي طلع من الصالون بتاعِك أو الأنتريه خلاص هو اتسحب جوّه المكنسة، ما فيش تراب بقى في الجو، ما فيش عفرة، ما فيش الكلام ده كله. تمام كده؟ فدي أحسن طريقة تنضّفي بيها. وكمان لو في اللي هي الفرشة اللي بتتركب في المكنسة عايزة تنضّفي بيها بتبقى أحسن برضه، بس أنا بصراحة ما كنتش محتاجاها. طبعًا أخدت السجادة بالمكنسة كده رايح جاي قبل ما أشيل الترابيزة، وبعدين عملتها تاني بعد ما شِلت الترابيزة. خلاص كده عشان السجادة كده اتنضّفت تمام. حاجة زي ما قُلت لكم ما حدش بيقعد في الreception عندي أصلًا. المهم إن أنا مسكت بقى الشرشوبة واديت الأرض مسحة حلوة، وعملت تحت الكنب كمان، بس طبعًا إيه ما جاش معاكم في التصوير. الترابيزة ركنتها على جنب، لمّعتها كده بالملمع بالجلانس اللي عندي، ونضفتها كويس، وحطيت كمان البونبونيرة دي وتمام يعني كل حاجة تمام. جيت بقى للسفرة الحلوة بتاعتي دي، شِلت طبعًا كل حد بيخش معاه أي حاجة بيحطها على السفرة، ما تفهموش ده إيه، شِلت المفرش ولمعتها بالجلانس برضه تمام وزي الفل. قُلت أمسح بقى الخشب بتاع السفرة نفسه. عندي ملمع الخشب ده حلو جدًا وريحته حلوة كده وبيحسسني ببهجة وبيحسسني بالنضافة مش عارفة. المهم لمّعت خشب السفرة كله. طبعًا أنا مش باجيب معاكم التصوير كله، يعني أنا باجيب معاكم مقتطفات كده صغيرة بحيث إنها تشجعِك بس مش أكتر، يعني دوّة أنا مقطّعة منه كتير جدًا، يعني الفيديو يبقى طويل أوي، أوي، أوي بس بنقطّع كده عشان إيه برضه ما حدش يزهق. خلّصت السفرة ولمّعتها بقى إزاز وخشب وكل حاجة. افتكرت إن أنا أصلًا ما لمّعتش خشب الصالون، رُحت رجعت له تاني بنفس برضه ملمّع الخشب دوّة، بارُش على الفوطة مش على الخشب. خلّي بالكم، عايزة تحافظي على الخشب بتاعِك فترة أطول. طبعًا دلوقتي الدنيا مولّعة نار، مش هتجيبي بقى أساس كل يوم أو موبيليا كل يوم أو كل حتى 4، 5 سنين، لأ، تحافظي على الخشب بتاعِك وترُشّي على الفوطة نفسها وتلمّعي بعد كده الخشب بيها. في تفاصيل كتير صغيرة مُمِلّة أوي، بس ما علينا كده نحاول إيه نخطفها بسرعة. لمّعت كمان مفتاح الكهربا اللي كان عندي، والبرواز ده لمّعته برضه حلو بالجلانس. وقُلت آخد مفاتيح الكهربا كده معايا في السكة وأنا ماشية، ألِف عليهم كلّهم كده ألمّعهم بالمرّة، بما إن الفوطة في إيدي فيها مكانها ملمّع، فألمّع بالمرّة، وكانت زي الفل الحمد لله. نيجي بقى للكارثة اللي عندي ده، شنطة المعالق اللي كل العرايس وهي بتجهّز لازم تجيبها، بتبقى تُهمة كده وما لهاش أي ستين لازمة ومركونة زي ما أنتم شايفين كده. أنا كنت جايباها بقى مش عارفة كان عاجبني شكل البيانو ده في إيه، بصراحة مش عارفة كان مُخّي فين ساعتها، بس ما علينا يعني. المهم إن هي الحمد لله لمّعتها وكانت زي الفل. طبعًا أنتم عارفين مبدئي، بعد ما أعمل أي حاجة لازم أكافئ نفسي إن أنا شطورة وخلّصت كل الحاجة اللي ورايا. دخلت على المطبخ جبت البرتقانتين دول وقطّعتهم كده شكل وردة، يا سلام، يا سلام، يفتحوا النِفس والله.